ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة هنعمل الكحك بتاع زمان، زي ما انتوا كده شايفين. الكحك الأصلي الدايب. هنعمله مع بعضينا خطوة بخطوة. خليكم معايا. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات. أهم حاجة اللايكات يا جماعة، عشان اللايكات بترفع من الفيديو. شايفين شكله في الصواني ده كده بعد السوا؟ بصوا دايب خالص، كحك اصلي 100%. هو مستوي من جوه ومن بره. هنعمله النهارده كحك ساده وبالعجوه وبالملبن، يعني ساده ومحشي. تمام كده. يلا بقى مع بعضينا نقول الطريقه. المقادير: لكل كيلو دقيق نص سمنه، بس هنعمله بسمنه بلدي. كحك يعني سمنه بلدي. انا عندي هنا هو كيلو دقيق ونص سمنه بلدي، وعندي 200 ملي لبن، كوباية لبن، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر. هي دي مقادير الكحك وبس. بس أهم حاجة الطريقة، من طريقة لطريقة بيختلف الكحك. في ناس كتير بتعمله على البارد، بس هو أصل الكحك اللي هو السخن اللي هو بتاع زمان. لما نسخن السمنة جدا ونروح دلقينها على الدقيق على طول. أنا عندي هنا هو أول خطوة بعملها الخميرة. بجيب معلقة الخميرة مع شوية مية صغيرين مع معلقة السكر، وأقلبهم كويس جدا وأسيبهم على جنب عشان الخميرة تتفاعل معايا. دي أول خطوة بعملها. يبقى أول خطوة بعمل إيه؟ بعمل الخميرة. كده أنا عملت الخميرة وركنتها على جنب. نيجي بقى لتاني خطوة، ودي أهم خطوة في الكحك كله. إني أنا بجيب السمنة وبسخنها على البوتاجاز كويس جدا، إن هي تبقى سخنة جدا، مغلية بمعنى الأصح، بس ما تتحرقش مني. انا حطيتها على البوتاجاز تسخن. تاني حاجة بجيب بولة واروح حاطة فيها الكيلو دقيق، وبكده تكون السمنة سخنت معايا، سخنت كويس جدا. بصوا، وبنزل بيها على الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنزل بيها تدريجيا. نزول السمنة على الدقيق وهو سخن كده بيحمص الدقيق، وبيخلي عمر الكحكاية بيطول معايا. ودي اهم خطوة في الكحك كله. وهنزل بباقي الكمية كلها. ما بحطش ايدي في الخطوة دي خالص نهائي. بمعلقة خشب او بأي معلقة، وبقلب الدقيق بالسمنة. هقلبه كويس جدا بالمعلقة واسيبه على جنب لغاية ما يبرد. تمام كده. عقبال بقى ما يبرد واحنا حاطينه على جنب، هنبدأ نشتغل في العجوة. هنجهزها كده مع بعضينا بسرعة عقبال ما العجينة تبرد معايا. فاكرين الطبق دوت اللي كان فيه السمنة؟ مش هنسيبها طبعا. هنجيب حتة العجوة وادعكها كويس في الطبق زي ما انتوا شايفين كده اهو، واكورها كور صغيرة، ان هي تبقى الكورة الصغننة ديك على قد الكحكية. تمام كده. بعد كده بجيب الملبن، واهم حاجة الملبن يكون نوع كويس، يكون طري ما يكونش ناشف. وبزود شوية سمنة في الطبق وبدعكه برضو كويس جدا، واعملها بنفس طريقة العجوة بالظبط. يبقى انا كده خلصت العجوة وخلصت الملبن في نفس الوقت. كده بقى زمان الدقيق والسمنة بردوا، هنجيبهم ونبدأ الشغل بقى في العجينة. هنعين المعلقة بقى، وبعد كده نشتغل بايدينا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بفرك الدقيق كويس جدا بالسمنة كده اهوت. بعد كده بجيب الخميرة كده زمانها اتفعلت معايا. بجيبها ادلقها على الخليط. مم. واجيب كوباية اللبن، اي حوالي 200 ملي، وادعكها كويس جدا. وملحوظة كمان اللبن بيكون دافي، ما بيكونش سخن ولا سقعان، دافي. وادعك العجينة كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهوت.
وبعد ما ادعكها كويس جدا ببدأ بقى اشتغل فيها، اغطيها في كيس وابدأ اشتغل. بصوا ناعمة جدا ولا بتشقق ولا اي حاجة خالص. الشغل هيكون بالمنقاش يا بالبصمة، هنعمله مع بعضينا خطوة بخطوة برضو. دي البصامة وده المنقاش، هنعمل يا بدي يا بدي. تمام كده. ببدأ اجيب حتة من العجين واكورها كويس جدا، وتحاولوا ان انتوا تعملوا الكحك حجمه صغير عشان تبقى الواحدة على قد البق كده زي ما بيقولوا، ما تبقاش كبيرة. وابدأ انقش بالشكل دوت. ده كده بيكون معايا اول شكل من اشكال الكحك اللي هو بالمنقاش. تمام كده. دي كده بتكون اول كحكية، اول شكل اهوت. هوريكم شكل تاني برضو عملته. بعمله، باخد صف كده بالمنقاش، بعد كده انزل تمانيات اهي، وبعد كده بلف بالمنقاش داير ما يدور. بعد كده هوريكم برضو بالبصامة، باخد حتة عجينة واكورها زي ما انتوا شفتوا واضغط عليها بالبصامة، ودي بتكون سهلة جدا وبيطلع شكله تحفة. حابة تعملي بالمنقاش اعملي، حابة تعملي بالبصامة اعملي، الشكل اللي انت حابة تعمليه اعمليه. عملت كده شوية سادة، هوريكم اللي بالعجوة اهو. باخد حتة عجينة وافردها واحشيها واكورها وابدأ اضغط عليها كويس جدا وانقش بيها وانقش كويس جدا بالمنقاش. انا بصراحة بحب بالمنقاش، بيطلع شكله جميل جدا. نفس الطريقة كلها رصيتها في الصواني بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بسيبه حوالي 10 دقايق. انا من اول ما اشتغلت في العجينة وهي الخميرة بتتفاعل، يعني عقبال ما بخلص اخر كحكية بيكون خمر معايا. بسيبه برضو 10 دقايق عقبال ما بولع الفرن واسيبه يسخن كويس جدا، وبعد كده بهدي النار واسويه على هادي. ده كده بيكون شكله قبل ما يخش الفرن، ودي الكمية بتاعتي بتاعة الكيلو. تمام كده اهوت. شايفين شكله جميل ازاي؟ ده كده بقى بعد ما طلعته من الفرن استوى، متحمر من تحت ومن فوق ولونه حلو قوي، ولا مبيض ولا متحمر قوي زيادة عن اللزوم. بعد كده بقى بترشيه بالسكر وتستخدميه. بس انا ما بحبش بصراحة ان انا احط له السكر من دلوقتي، بحب وقت ما باجي اقدمه بحط عليه السكر. اهو بصوا شايفين انا فتحت لكم واحدة طلعت بالعجوة اهيت. بصوا مستوي كويس جدا من جوه ومن بره ودايب في نفس الوقت. اتمنى وصفتي النهارده تكون عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. وزي ما قلت لكم ما تنسوش اللايكات، اهم حاجه اللايكات يا جماعه. واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه، يفعل زر الجرس عشان يوصل لكم الجديد.